السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم من جديد على القناه ديالي سكين اند بلاش. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا باي وحده اول مره كتدخل تشوفني، مرحبا بها، وتنقول لها ديري جيم واشتراك وفعلي الجرس باش يوصلك اي جديد من الفيديوهات اللي جايه. اليوم جبت لكم واحد الموضوع اللي صراحه كنتوا كتسولوني عليه بزاف في التعليقات والرسائل، وقررت نجاوب عليه بفيديو مفصل وطويل باش يكون مرجع لكل البنات اللي مهتمين بالعناية بالشعر. والموضوع هو بديل الزيت، وانا اليوم اختاريت لكم بديل الزيت ديال بونتين. اولا خليني نوضح لكم شكون فينا ما كتعانيش مع مشاكل ديال الشعر. كاين اللي شعرها ناشف متقصف، كاين اللي شعرها كيتهرس ما كيطوالش، كاين اللي كدير الصباغه وملي كيتغسل كيبقى الشعر ناشف، وكاين حتى اللي كتعرض شعرها بزاف للحراره مع السوشوار ولا لا بلاك. كل هاد المشاكل كيعانيو منها بزاف ديال البنات، وانا شخصيا منين كنت صغيره دائما كان عندي مشكل مع الجفاف والتقصف، خصوصا من بديت كنلون شعري كندير الصباغه حتى وليت كندير السوشوار، بدا هاد المشكل كيبان بزاف. وكاين سيدات اللي كيديروا الزيت كيما موالفين من صغرنا كنديروا الزيت، دابا هنا ولا بديل الزيت. كاين اللي كيجي معاه الزيت وكاين اللي كيجي معاه بديل الزيت. شنو هو هاد بديل الزيت؟ بديل الزيت هو واحد المنتج اللي كيتصنع على شكل كريم خفيف، كيكون اسهل في الاستعمال من الزيت العادي، حيت الزيت العادي كيبقى يلصلص لك الشعر، كيزيد لك اليدين. هذا لا، انه كيقاد لك الشعر، كيثبت لك الشعر احسن من الزيت. الزيت العاديه كيقدر يتقل لك الشعر، كيخليه دهني، صعيب باش تغسليه بالشامبو، خصك تغسليه وتعاودي ديري الكوش الاولى والكوش الثاني عاد باش يتحيد. بديل الزيت العكس، كيرطب بسرعه، كيدخل الشعر من داخل وكيوفر ليها واحد الترطيب واحد الحمايه بلا ما كيخلي هذاك الاحساس ديال الدهني، الشعر كيكون دهني. وعلاش اختارت لكم الصراحه بونتين؟ حيت كاينين بزاف ديال الانواع. انا اختاريت بونتين لانني استعملته وانا كنهضر لكم عن تجربتي الخاصه، ولقيت فيه بزاف ديال الحوايج اللي ما كاينش في الاخرين. حيت البونتين الماركات اللي مشهوره وفي العنايه بالشعر، وعندهم واحد الشامبوانات اللي زوينه مع البلسم ديالهم والماسكات، والناس اللي مجربينهم عارفين الجوده ديالهم. وبديل الزيت ديالهم جربوه بزاف ديال الناس وبزاف ديال البنات، وكل وحده منها عندها تجربتها الخاصة تقدر تقولها لينا في التعليق. المكونات ديال هاد البونتين هو منتوج طبيعي 100%. المكونات ديالو معمولة بواحد الطريقة اللي هي عملية. المكونات ديالو اللي كترطب الشعر الناشف وكتحمي الشعر من الحرارة، وما فيهاش الريحة اللي هي خايبة اللي كتأثر على العينين. الأنواع ديال هاد البونتين فيه بديل الزيت للشعر الجاف والمتقصف، عاوتاني كاين واحد بديل الزيت بونتين للشعر المصبوغ اللي كيحافظ على اللون وكيخلي الشعر كيلمع، وبديل الزيت بونتين ضد تساقط الشعر اللي كيعطي واحد القوه للشعر وكيحيد من التساقطات الناتجه عن التكسر. وبديل الزيت بونتين للشعر العادي اللي كيعطي واحد النعومه واحد اللمعان بلا ما كيتقل الشعر. هذا ماشي اشار، ولكن غير كنقول لكم كاينين انواع ديال هاد البونتين اللي بغى اي واحد ياخذ الانواع ديالو. طريقه الاستعمال هي سهله بزاف. شنو كديري؟ كتاخدي من بعد ما كتغسلي شعرك مزيان بالشامبو والبلسم، كتنشفيه شويه بالفوطه، كتخدي واحد الكميه قليله وكديريها كدهنيها على شعرك، وكتركزي على الاطراف ديال الشعر، وكتقدري تخليه بلا ما كتغسليه بحال الكريم، كيبقى كيحمي لك الشعر نهار كامل. تقدري حتى انك تستعمليه قبل السوشوار اللي كيخلي الشعر كيتسرح دغيا وما كيتهرش بالحراره. الاخطاء اللي كيديروها بزاف ديال البنات مع هاد بديل الزيت، شنو كيديروا بزاف انهم كيديروهم في الجذور، في لي غاسين، اللي كيخلي الشعر دهني وكيبان دهني. لا، خصكش ديرها في لي غاسين، خصك ديرها في الاطراف. وكيديروه بواحد الكميه كثيره اللي كيتراكم على الشعر ويقدر يتقلو. كنديروا غير كميه خفيفه وصغيره، ما كيغسلوش شعرهم مزيان. خاصه ضروري ان خصنا نغسلوا شعرنا كل 2 حتى 3 ايام باش ما يبقاش هذاك التراكم ديال هذاك بديل الزيت. تجربتي الخاصه، انا صراحه جربت هاد
بونتين بديل الزيت، اللي انا شعري هو عادي، شعري عادي، ما ناشف، ما دهني، ما شعر عادي، كنستعمله كل مره. ودائما كنحط على الاطراف، ما كنحطش على لي غاسين. وصراحه عجبني على الزيت ما كنقدرش عليه، كيدم لي شعري بزاف. هذا عجبني على الزيت، بديل الزيت زوين بزاف. النصائح اللي نقدر ان نعطيها لكم: الا كان شعركم عندكم دهني استعملوه غير مره ولا 2 مرات في السيمانه. الا كان شعركم ناشف ولا مصبوغ استعملوه يوميا، غير شويه ماشي بزاف. من الاحسن تخليه مع الروتين كامل ديال الشعر، يعني الشامبو، بلسم، وبديل الزيت. وحاولي تبدلي يعني المخده ديالك اللي كتنعسي عليها بشكل منتظم، باش ما تاثرش على النظافه ديال الشعر. بالنسبه للخلاصه كنقول لكم بان بديل الزيت بونتين واحد الحل عملي بزاف، خصوصا البنات اللي ما عندهمش وقت باش يديروا الزيوت الطبيعيه ويبقاو يغسلوهم. وسريع، سهل الاستعمال، وثمنه مناسب بالمقارنه مع البديل الزيت الاخرين اللي ماركات اخرين. قولوا لي في التعاليق واش جربتوا بديل الزيت بونتين، شنو هو النوع اللي كيعجبكم اكثر، ولا عندكم تجارب او نصائح اضافيه شاركوها مع البنات باش نستافدوا كاملين. ما تنساوش دعموا القناه بجام، واشتركوا في القناه، وشاركوا مع صحاباتكم اللي كيعانيوا من مشاكل الشعر. شكرا بزاف على المتابعه، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.